أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا أعزائي المتابعين، وحلقة رقم 27 من قصة الوحوش. طبعا طبعا يا أعزائي المتابعين، احنا الفترة اللي فاتت كنا تأخرنا جدا في إصدار الفيديو، عذرا يعني، لأن ظروفي الصحية ان انا كان عندي برد وكده، ولحد النهاردة انا لسه بكح، لكن الحمد لله احسن بكتير من الاول. النهاردة 22/6 والتأليف ده نازل النهاردة. طبعا زي المتابعين انا مش هشير كتير المرة دي زي كل مرة للفيديو، ولكن دوركم انتوا ان انتوا تشيروا الفيديو ده على اوسع نطاق ممكن. انا عايزكم يا زي المتابعين تخلوا الفيديو ده ناجح جدا جدا. الفيديو ده من قصة الوحوش، فاضل بالظبط حوالي 3 حلقات من قصة الوحوش، هنزلهم يوما خلف يوم. تقدروا تقولوا النهاردة 22/6 حلقة 27، وبكرة حلقة 28، وبعده حلقة 29، واخر حاجة حلقة 30. وحلقة 30 هي الحلقة الأخيرة من قصة الوحوش، وكده نبقى قفلنا قصة الوحوش، عشان هنكمل في تأليف قصة صحاب غدارة، وتأليف قصة السفر عبر الزمن. وطبعا في قصة جديدة أنا بحاول أعملها، وهي القصة دي بتتكلم عن حاجة مجتمعية شوية، ملهاش علاقة بالخيال العلمي ولا ليها علاقة بالأكشن، هي ليها علاقة اجتماعية. القصة دي احتمال تنزل على شهر 7 أو شهر 8، فانتظرونا يا أعزائي المتابعين، لأن اللي جاي حاجة ملهاش مثيل. طيب، بالنسبة للحلقة 27 من قصة الوحوش، اللي طبعا بتندرج أحداثها من الحلقة اللي فاتت اللي هي حلقة 26، لما عم كوانسي اللي هو عم مستر توني ملقاش الجدة، والجدة دي اللي هي جدة مستر توني، وعمل محضر وبلغ الشرطة إن في حاجة غريبة بتحصل. والشرطة عثرت على الفويس ده لقوا فيه إن الجدة بتقول الوحوش منتشرة في كل مكان، ومش عارفة تنام، وخايفة تكون هي وجبة أحد الوحوش المرعبة، وهدوء شديد وصوت رياح وحاجة مخيفة جدا، ومش حاسة بإنها مطمنة، الوضع مرعب. وقالت إن هي سمعت صوت مخيف جدا جاي من الحمام، وقالت إنها تروح تشوف فيه إيه. ولما راحت التسجيل انتهى، لأني حصل حاجة مخيفة جدا، وشافت حاجة مرعبة جدا، وهو إن كان في وحش مرعب جوه الحمام. والوحش ده عمل إيه في الجدة؟ ده اللي هنعرفه في أحداث الحلقة الجاية يا أعزائي المتابعين. مع السلامة، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.